يسود قاع القدر بعد استخدامه. اقطع حبة بطاطس إلى نصفين واغمسها في الملح وأفرك بها المناطق السوداء، ثم اشطفه بالماء وسيصبح القدر كالجديد. يلا يا باشا نجرب، يلا يا باشا. هو انا مش عارف يعني. بص، هو الحله اهي الحمد لله لقيتها من تحتها اسود تمام، بس الغريب اني لقيت من جواها كمان اسود. والله اول مره اشوف في حياتي يعني من جوه ومن بره. ده عايزه ميه نار. يا نهار اسود. الحمد لله الحمد لله والله. مالها الناس بتاعت زمان ديت؟ بطاطسايه هي زي الفل، والملح اهو، والملح اهو. الناس بتاعت زمان اللي هي امي وامك كده، كنت تلاقي الحاجه بربرق كده. يا نهار اسود. بسم الله. ماشي. هزعل قوي لو البطاطسايه باظت على الفاضي. يا نهار اسود. طب هي يعني ممكن تكون مثلا قالت مثلا لمده ايه 10 ساعات. انا شايف السواد بيلمع. شايف تاني. هي في حاجات في خرا بيطلع، بس عارف انت اللي هو يعني زي ما بقول لك عايزه ميه نار. دي عايزه ميه نار، دي مش ولا بطاطس ولا زفت. يا نهار اسود. الحمد لله يعني. الدعك اللي انا دعكته دوت لمده 5 سنين عشان الحله دي تنضف، لكن جوه بقى ميه نار الحمد لله. بنعمل فيها كل حاجه وناكل الحمد لله. الحمد لله زي الفل زي الفل. نص بلحاوي قشطه.